بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الشيخ. طبعا كل الناس بتسأل. أحمد الشيخ خلاص كان قريب من نادي الزمالك. القناة الرسمية لنادي الزمالك يعني قالت انتظروا مفاجأة مدوية الساعة 10:30 مع الكابتن خالد الغندور. والناس كلها انتظرت واستنت عشان تشوف ايه المفاجأة، خاصة ان بقالنا 3 أيام يعني في جس نبض كده من مجلس إدارة نادي الزمالك المعين من قبل الأستاذ أشرف صبحي. يعني أحمد الشيخ في الزمالك، الشيخ وقع عقود على انضمامه لنادي الزمالك، وبدأوا يبعتوا لينا كزملكاوية السنة الأولى هياخد كام والسنة التانية هياخد كام بواقع 16 مليون جنيه في ال3 سنين. لكن لما الدنيا اتدربكت على دماغهم وكل الزملكاوية عبر صفحات السوشيال ميديا قالت لا لأحمد الشيخ، الدنيا قامت وما قعدتش، والمفاجأة المنتظرة والكل كان عارف إن خلاص أحمد الشيخ مضى لنادي الزمالك. بل بالعكس كمان إن هم قالوا إن هم هيجيبوا أحمد الشيخ نفسه في قناة نادي الزمالك، يعني عشان خاطر يحلي نفسه للزملكاوية ويحلي نفسه للإيه، لكل اللي كارهين وجوده في نادي الزمالك. وطلع علينا بعد كده يعني معظم النقاد والمحللين المؤيد والمعارض. لكن لقينا يعني بقدرة قادر كابتن خالد الغندور بيقول رفض إدارة نادي الزمالك التعاقد مع أحمد الشيخ رغم موافقة المدير الفني باتشيكو. ليه بقى يا مؤمن؟ حفاظا على قيم النادي واحترامه. زي ما انتم شايفين كده في البوست. طب كانت فين المبادئ والقيم قبل التفاوض معاه أصلا؟ يعني قبل ما نفكر نتفاوض معاه ونرمي كده كارت للجمهور، يعني نختبره بيه، كانت فين المبادئ والقيم دي؟ لكن المجلس المعين مش عاوز ياخد يعني بونت في أول وجوده، خاصة إن نادي الزمالك والزملكاوية كلهم ضد وجود هذا المجلس المعين. طلع لك بالخبر اليقين يعني الزمالك أوقف التعاقد مع أحمد الشيخ رغم موافقة باتشيكو حرصا على قيم ومبادئ النادي الزمالك. طيب، يعني لو أنت أصلا عاوز تتعاقد مع أحمد الشيخ، قبل ما تبتدي تتكلم مع أحمد الشيخ وتبتدي تبعت لنا رسايل إن أحمد الشيخ هيجي، اقعد مع نفسك كده قول لأ إحنا يعني عندنا قيم ومبادئ وما ينفعش أحمد الشيخ يكون في الزمالك. طب ما ينفعش يكون في الزمالك ليه يا مؤمن؟ قال لك أصل كان في تصريح قديم كده من 5 سنين، أحمد الشيخ قال الزمالك فوضني ورب العرش نجاني. يعني معنى كده إنه كان رافض الزمالك وفضّل عليك النادي المنافس. طَب يا مؤمن، يا مؤمن يعني يا اللي بتلعبوا بأعصاب الجماهير، لازمتها إيه من البداية قبل ما تتعاقد معاه وتتكلم معاه تطلع تقول لا يوجد تعاقد مع أحمد الشيخ، وده حرصًا على مبادئ نادي الزمالك والقيم والمهلبية والحاجات الكتيرة دي. المهم بالونة الاختبار بتاعتكم يعني ما نجحتش، الزملكاوية كلّهم رافضين لأحمد الشيخ. ورافضين ليكم أصلًا وجودكم في نادي الزمالك، وبكل صبر يعني وكل أمل مستنيين وجود المستشار مرتضى منصور مرة تانية، ورجوع أمير ورجوع المجلس المنتخب. ولك الله يا زمالك، وإن شاء الله، إن شاء الله عودة للدوري العام وعودة للVAR وكلام كتير عن الVAR. يعني قصتنا إن شاء الله اللي جاية هي الدوري العام والVAR والتحكيم، ونرجع تاني وترجع ريما لعادتها القديمة. أخيرًا ثم أخيرًا، أخيرًا أتمنى دعم حضرتك والاشتراك في القناة، أما آخرًا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.